السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد زفير خنزومكي، اللهم صل وسلم وبارك وزال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وادعوا لإخواتنا ربنا ينصرهم إن شاء الله. وفيديو جديد بعنوان تونس أشعلتها. المنتخب التونسي بيفوز على 3-1 على أوغندا في مباراة محترمة جدا جدا. شفنا فيها الأفضل عربيا حتى الآن هو المنتخب التونسي، لحد ما يلعب منتخب الجزائر النهارده وهنشوف اللي هيحصل. لكن الأفضل عربيا حتى الآن هو المنتخب التونسي، منتخب كامل مكمل من عناصر تونسية أصلية، مدرب تونسي، لعيبة على قلب رجل واحد، كلهم عايزين يعملوا الفارق، بالإضافة للعيبة خبرة زي فرجاني ساسي ولعيبة كتيرة كانوا عايزين يعملوا الفرق. شفنا لقطة إنسانية جميلة جدا من اللعيبة بتقلع الجاكيت ويلبسها للأطفال علشان خاطر الجو البرد في المغرب. لقطات كتيرة الصراحة بتبين الأخلاق وبتبين التربية الحميدة. وبالمقابل في نفس المجموعة المنتخب النيجيري بيفوز بصعوبة على نيجيريا، على تنزانيا 2-1 في مباراة يعني بينت ان شاء الله بأداء المنتخب التونسي ده يقدر ان هو يفوز على نيجيريا في المواجهة المقبلة في الجولة الجاية في كأس الأمم الأفريقية. وبإذن الله الصدارة تكون للمنتخب التونسي، المنتخب المحترم جدا، المنتخب اللي مقدم لحد دلوقتي أفضل أداء عربي. بعد معلش خيبة الأمل في منتخب كأس العرب، لكن قدروا ان هم يعوضوا الشعب التونسي بأداء أحسن. ربنا يوفق المنتخب التونسي وكل التوفيق ليهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لإخواتنا ربنا ينصرهم وصلوا على النبي.